طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي IKIM FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah Puan Mona Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Zahra untuk sesi ini insya-Allah. Tema perbualan kita pada minggu ini ialah berkenaan dengan cuaca. Zahra akan membantu saya untuk berbual mengenai tema ini insya-Allah. Tafadhali ya Zahra. ما هي أكبر الكوارث حدث في ماليزيا يا أستاذ؟ ما معنى ما هي؟ Apakah ia? أكبر الكوارث Bencana yang paling besar حدث yang berlaku في ماليزيا. di Malaysia. سأليني مرة ثانية. ما هي أكبر الكوارث حدث في ماليزيا يا أستاذ؟ أكبر الكوارث الفيضان. ما معنى أكبر الكوارث؟ Bencana yang paling besar, الفيضان. banjir. نعم. اسأليني مرة أخرى. ما هي أكبر الكوارث حدث في ماليزيا يا أستاذ؟ أكبر الكوارث الفيضان. ثم السؤال الثاني. متى حدث الفيضان في ماليزيا يا أستاذ؟ ما معنى متى؟ Bilakah حدث berlaku الفيضان banjir في ماليزيا؟ di Malaysia? اسأليني مرة ثانية. متى حدث الفيضان في ماليزيا يا أستاذ؟ حدث الفيضان غالبا في شهر نوفمبر وديسمبر. ما معنى حدث؟ berlaku الفيضان banjir غالبا pada kebiasaannya في شهر نوفمبر pada bulan November وديسمبر. dan Disember. اسأليني مرة أخرى. متى حدث الفيضان في ماليزيا يا أستاذ؟ حدث الفيضان غالبا في شهر نوفمبر وديسمبر. ثم السؤال الثالث. هل حدثت العواصف في ماليزيا يا أستاذ؟ ما معنى هل؟ Adakah حدثت berlaku العواصف ribut في ماليزيا؟ di Malaysia? اسأليني مرة أخرى. هل حدثت العواصف في ماليزيا يا أستاذ؟ أحيانا حدثت العواصف في ماليزيا. ما معنى أحيانا؟ Kadang-kadang حدثت berlaku العواصف ribut في ماليزيا. di Malaysia. اسأليني مرة أخرى. هل حدثت العواصف في ماليزيا يا أستاذ؟ أحيانا حدثت العواصف في ماليزيا. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra menggunakan soalan yang sama. As-su'alul awwal, ma hiya akbarul kawarisi hadatha fi Malaysia? Ma makna ma hiya? Apakah ia? Akbarul kawarisi. Bencana yang paling besar Hadatha yang berlaku fi
di Malaysia? ما هي أكبر الكوارث حدث في ماليزيا يا زهراء؟ أكبر الكوارث الفيضان. ما معنى أكبر الكوارث؟ Bencana yang paling besar. الفيضان. Banjir. أسألك مرة أخرى، ما هي أكبر الكوارث حدث في ماليزيا يا زهراء؟ أكبر الكوارث الفيضان. ثم السؤال الثاني، متى حدث الفيضان في ماليزيا؟ ما معنى متى؟ Bilakah حدث berlaku الفيضان banjir في ماليزيا؟ di Malaysia? متى حدث الفيضان في ماليزيا يا زهراء؟ حدث الفيضان غالبا في شهر نوفمبر وديسمبر. ما معنى حدث Berlaku الفيضان banjir غالبا pada kebiasaannya في شهر نوفمبر pada bulan November وديسمبر؟ dan Disember. أسألك مرة أخرى، متى حدث الفيضان في ماليزيا يا زهراء؟ حدث الفيضان غالبا في شهر نوفمبر وديسمبر. ثم السؤال الثالث، هل حدثت العواصف في ماليزيا؟ ما معنى هل؟ Adakah حدثت berlaku العواصف ribut في ماليزيا؟ di Malaysia? هل حدثت العواصف في ماليزيا يا زهراء؟ أحيانا حدثت العواصف في ماليزيا. ما معنى أحيانا؟ Kadang-kadang حدثت berlaku العواصف ribut في ماليزيا. di Malaysia. أسألك مرة أخرى، هل حدثت العواصف في ماليزيا يا زهراء؟ أحيانا حدثت العواصف في ماليزيا. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom.